تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القيادة العليا للدرك الملكي، أرست القيادة الجهوية بطنجة استراتيجية أمنية استباقية تتهدف إلى ضمان أمن وسلامة احتفالات رأس السنة الميلادية 2026. وتيجي هذا البروتوكول الأمني في واحد السياق استثنائي تيتزامن بين هذه الاحتفالات واحتضان المملكة لنهائيات كأس أفريقيا كان 2025. هذا الشيء هذا تيفرض علينا واحد اليقظة مضاعفة لمواكبة التوافد الكبير للزوار والمشجعين. وفي هذا الصدد سخرت سرية الدرك الملكي بطنجة كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية للتغطية الشاملة، وهذا الشيء هذا من خلال تكثيف مراقبة السدود القضائية ونقاط التفتيش الطرقية بمختلف المناطق التابعة لهذا النفوذ. كما تم نشر دوريات للسلامة الطرقية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية من كاميرات صدرية محمولة ولوحات إلكترونية للتنقيط الآني لضمان طمأنينة وحماية المواطنين والممتلكات ديالهم. المساعد الأول خالد معزوزي، كوكبة الدراجات النارية طريق السير طنجة. حنا الآن كنتواجدوا بنقطة المراقبة غرب طنجة على مستوى طريق السيار اللي كتربط بين ميناء المتوسط والرباط. كتندرج هذه النقطة ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والتعزيزات الأمنية التي أقرت سرية الدرك الملكي بطنجة تحت الإشراف الفعلي ديال القيادة الجهوية بطنجة. هذه التعبئة كتزام مع الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية وكذا الحدث الكروي القاري كان 2025، وتروم هذه التعبئة من أجل تحقيق الأهداف التالية: مؤازرة وإرشاد مساعدي الطريق وتقديم الدعم اللازم لهم عند الضرورة، تأمين محطات الأداء التابعة للطريق السيار وضمان انسياب السير بها، التحقق من الهوية، تنقية الأشخاص المشتبه فيهم عبر اللوحات الإلكترونية باش نعززوا الفعالية الأمنية، تحسين وضبط مخالفي قانون السير بهدف الحد من حوادث السير وتأمين السلامة ديال المسافرين في هذه الفترة الحيوية.